كل ما بنقول إن ملف سد النهضة خلاص قرب يوصل لحل، تطلع أخبار جديدة ترجعنا لنقطة الصفر. المرة دي الخبر اللي جه من إثيوبيا خطير جدا وممكن يهدد حياة الملايين في دولة شقيقة. الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق حذر من إن إثيوبيا عملت حاجة غير مسؤولة بالمرة، ملأت مخزون الطوارئ الخاص بسد النهضة. يا ترى إيه هو مخزون الطوارئ ده؟ وليه لما يتملي ممكن يغرق السودان؟ وإيه موقف مصر من كل ده؟ هتعرف كل ده في الفيديو، بس خليك متابع. سد النهضة علشان نفهم مش مجرد حتة خرسانة ضخمة في نص النيل، الخزان اللي قدامه اللي بيخزن فيه المية متقسم ل3 أجزاء. مخزون المواد الرسوبية، وده الجزء اللي في القاع ومخصص لتخزين الرواسب والطمي اللي النهر بيجيبها معاه. المخزون الحي، وده الجزء اللي بيستخدم لتوليد الكهرباء. مخزون الطوارئ، وده أهم جزء في كلامنا. الجزء ده مخصص فقط لمواجهة الفيضانات العالية جدا، يعني لو حصل فيضان ضخم السد بيخزن المية الزيادة في الجزء ده علشان يحمي الدول اللي بعده من الغرق. الدكتور محمد نصر علام بيقول إن اللي حصل دلوقتي هو إن إثيوبيا ملأت الجزء بتاع الطوارئ ده من غير ما يكون في فيضان عالي يستدعي الخطورة دي، وده تصرف غير مسؤول لأن السد دلوقتي ما عندوش أي مساحة إضافية لتخزين أي فيضان جاي. الخطر الأكبر من الخطوة دي موجه مباشرة للسودان، وده لعدة أسباب. أولها القرب الجغرافي. السودان هي أول دولة بتقابلها مياه النيل بعد سد النهضة. المسافة ما بين السد والأراضي السودانية قليلة جدا، وده بيخلي أي فيضان يوصل بسرعة وبقوة مدمرة. تاني حاجة ضعف البنية التحتية على عكس مصر. السدود السودانية مش ضخمة بالقدر الكافي إنها تستوعب فيضان عالي جدا. تخيل كده لو حصل فيضان عالي في الشهور اللي جاية وإثيوبيا ما عندهاش أي مساحة في السد تستوعب المية زيادة، ده معناه إنها هتضطر تفتح بوابات السد علشان المية تعدي، وفي الحالة دي ملايين الأمتار المكعبة من المية هتندفع في اتجاه الأراضي السودانية وهتغرق مدن وقرى كاملة. الخلاصة إن إثيوبيا بتصرفها ده حطت السودان تحت تهديد مباشر وكبير بالغرق. الدكتور نصر علام بيأكد أن الوضع بالنسبة لمصر مختلف، لأن السد العالي اللي تم بناؤه في الستينيات صمم خصيصاً علشان يتحكم في مياه النيل ويوفر حماية كاملة لمصر من أي فيضانات ممكن تيجي من الجنوب. بحيرة ناصر اللي ورا السد العالي هي أكبر بحيرة صناعية في العالم، مساحتها ضخمة جداً تقدر تستوعب أي فيضانات ممكن تيجي من إثيوبيا. ده بيدي مصر وقت كافي جداً للتعامل مع أي متغيرات، وبيدينا الأمان اللي السودان محتاجه. لكن ده مش معناه إننا في أمان كامل من أي تأثير للسد. الخطر الحقيقي على مصر مش فيضان، الخطر هو جفاف. لو حصلت سنين جفاف متتالية وإثيوبيا فضلت تخزن المية في سد النهضة، ده هيأثر على حصتنا من المية وهيهدد الزراعة ومصادر المية في مصر. تصرف إثيوبيا ده بيثبت إنها بتاخد خطوات أحادية الجانب من غير أي تنسيق أو اتفاق مع مصر أو السودان. المفاوضات اللي كانت شغالة من سنين طويلة وقفت من غير ما نوصل لاتفاق ملزم. بعض الخبراء بيشوفوا إن إثيوبيا بتملأ السد بسرعة علشان تحط الدول التانية قدام الأمر الواقع، لكن ده ممكن يكون له نتائج عكسية. الدكتور نصر علام حذر كمان من إن الخطأ في تشغيل السد ده ممكن يؤدي لإهدار كميات ضخمة من المية بدل ما الدول كلها تستفيد منها في التنمية.